كنجدد الترحاب والتحية الصباحية على كل مستمعينا الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. وصلنا لفقرة الأمومة ديال بصح مع دلع، نستمعوا للتساؤلات وتجارب الأمهات ونرجعوا نتكلموا على موضوعنا اليوم: كيفاش تعيشي الأمومة وتكوني مرتاحة للعناية بطفلك كل نهار. سلام اختي سناء، لاباس عليك؟ شكرا بزاف على هذا الموضوع موضوع الأمومة موضوع رائع جدا، إحساس لا يوصف. كنتمنى لكل أم ولا كل بنيته كتمنى يكون عندها وليدات، الله يعطيهم ليها يا ربي، كنستافدوا منك كل نهار. أنا عندي بنيته عندها عام، راك عارفة بيبي عنده عام كيحتاج بزاف الوقت، وانا كأم كنحاول ننظم الوقت ديالي كل نهار باش نخصص لها واحد الوقيته ليها، نعطيها وقتها، نلعب معها، ننظم لها وقيته النعاس ديالها، الغداء ديالها، كنحاول نصاوب كلشي الصباح باش نخصص لها وقتها ملي كتفيق من لاسياس ديالها. دونك كنحاول نلعب معها، كنحاول نغديها بشويه، نتكلم انا وياها، كنحاول نعطيها وقتها الكافي، وفي نفس الوقت كنعيش واحد الأمومة غزالة مع هاد البنوته، الله يحفظها يا ربي، واحد الوليدات أجمعين. هو شعور لا يوصف، شعور زوين، كتكوني أم مسؤولية زوينة وفي نفس الوقت صعيبة، حيت خصك تخصصي لهم وقتهم، خصك تكوني واقفة معهم، خصك يمين يفيقوا تلعبي معهم، تعطيهم وقيته ديالهم، يلعبوا في جريدة، يلعبوا في شي حاجة فيها الهواء نقي. فوالا، كنشكرك بزاف اختي سناء على الموضوع، كنستافدوا معاك يوميا. سلام اختي سناء، معك سمية من بير جديد. شكرا على هذه الفقرة ديال دلع اللي كتزيد تعاوننا بزاف في هذه الفترة ديال الأمومة. انا ماشي بزاف باش ولدت، ولدي راه عنده 6 شهور، وما نخبيش عليك اختي في الاول كنت رانتي عارفه مع بين شغل اليوميه ديال الدار والمسؤوليه ديال الدار، جاتني صعيبه ندوز معاه الوقت ونعيش معاه لحظات الامومه في صراحه اللي ما كتعوضوش. ودابا انا كنحاول ننظم وقتي باش نكون ساليه ليه وندوز معاه وقت اكثر. أكيد أنه مرحلة الأمومة مرحلة مختلفة على جميع المراحل اللي ممكن تمري منها كامرأة، فيها أحاسيس مختلفة، لحظات ممتعة كتجمعك مع طفلك الصغير. ولكن في نفس الوقت إلا تكلمنا على الأمومة ديال بصح، كيف ما عودتكم دلع كترافقكم في كل الأوقات والمراحل الممتعة والصعبة. كاين لحظات في الأمومة اللي صعبة جدا، فيها جهد كبير كتعب فيها الأم، كتحس بالإرهاق الجسدي والعاطفي، واللي يقدر حتى يتعبك نفسيا ويعرضك للاكتئاب ما بعد الولادة بسبب زيادة مسؤولياتك اليومية للعناية بالأطفال. فوضعي في بالك على أنه الاهتمام برعاية طفل رضيع كيطلب وقتك بالكامل، خصوصا في الأول، من حيث حاجيته في الحليب، الأكل فيما بعد، تغيير الحفاضات، اللعب معاه. كل هذه الأمور غادي تقومي بها يوميا وطيلة النهار، مما يقدر يخليك متعبة ومنفعلة عاطفيا، أو لا كثيرة البكاء، أو لا كتحسي على أنه ما بقاتش عندك الطاقة للعناية بشكل متواصل بطفلك. فهذه أحاسيس حقيقية طبيعية غادي تحسي بها، ولكن كوني قوية وساعدي نفسك ببعض النصائح. نصيحتنا ليك باش تعتني بطفلك يوميا وانتي كلك طاقة متجددة ومرتاحة نفسيا وجسديا. حاولي تحصلي على المساعدة في الأعمال المنزلية باش تخفي عليك المسؤوليات في البيت وتركزي على الاهتمام بصغيرك. ما تغلبيش وظيفتك كأم على وظيفتك كزوجة، بل بالعكس خلقي توازن بيناتهم. وفري وقت مع زوجك تكلموا فيه، تخرجوا فيه، وقت كذلك أنك تعتني بطفلكم بجوج، ويعني تخلقوا واحد النشاط ما بيناتكم ما بين طفلك الصغير، حتى أنه كيساعدك وكيساعد الأب على أنكم تزيدوا تقويوا روابط الأسرية الصغيرة، كتقوى كل نهار، وهكذا كتحسي على أنك انت والزوج ديالك مستمتعين في العناية بطفلكم الصغير. يفضل مع نهاية مرحلة الحمل والولادة وبداية مرحلة جديدة اللي هي الرضاعة والعناية بطفلك، راقبي صحتك، استشري مع طبيبك النساء والتوليد من أجل الحصول على فيتامينات متنوعة تساعدك على الحفاظ على صحتك الجسدية. نظمي وقتك وقومي بالرياضة ولو ساعتين في الأسبوع لتفريغ شحنات الطاقة السلبية. ممكن كذلك تقومي بحمام ومساج مع كل مدة للراحة والاسترخاء، غادي يساعدك بشكل كبير. بالرغم من أنه الاهتمام طفلك ياخذ كل وقتك، ولكن استعني ولو مرة في الأسبوع بالعائلة أو لمساعدة أو لمربية لتعتني بطفلك نهار في الأسبوع، وانتي تاخذيه كوقت محفز تقومي به بهوايتك المفضلة أو لنشاط معين كتستمتعي فيه، أو
أو للاهتمام بجمالك لرفع المعنويات. ممكن تقومي بخرجة على البحر مع صديقاتك القريبات منك، وهكذا غادي يخليك بطاقة إيجابية وغادي تخفي عليك المسؤوليات اليومية ولو مرة في الأسبوع، وغادي ترجعي تعتني بطفلك وانتي مرتاحة وسعيدة ومتشوقة لاحتضانه واللعب معاه، وهو غادي يحس أكيد على أنك مرتاحة نفسيا ومشاعرك العاطفية متميزة تجاهه. حافظي على إيجابيتك وركزي على أجمل إنجاز حققتي كونك أم. كل ما شعرتي بالتعب والإرهاق ذكري نفسك بأجمل أوقاتك ولحظاتك الممتعة في الأمومة.